صلاة النبي يا صلاة النبي، ده انت يا اختي فنجانك حلوة قوي قوي يا ست منيرة. صحيح والنبي يا ست روحية. صلاة النبي احسن. طب ده انا عمري ما قريت فنجان بالشكل ده ابدا يا اختي. ده ايه السعد والهنا ده كله يا اخواتي؟ سعد وهنا ايه يا ست روحية؟ انت بتصدقي الكلام ده يا حماتي؟ مالكيش دعوة انت يا نوال. ها كملي يا ست روحية. ها شايفة ايه كمان؟ شايفة يا ستي لما انت عتبة جديدة، انما عتبة ايه بقى؟ كلها زرع وخضرة واشجار اهم، انا شايفاهم قدامي اهم. انتي والله اعلم يا ست منيرة هتعزلي من البيت ده. يسلم بقك يا ست روحية. اعزل اروح فين؟ الشقة الجديدة اللي في الأميرية. ابدا، ده بعدك. انت متفقة وياها ولا ايه يا ست روحية؟ متفقة على ايه يا اختي؟ الله، هو انتوا هتعزلوا صحيح؟ ايوه هنعزل. لا مش هنعزل، واذا كنت فاكرة انك هتتحكمي فيا تبقي غلطانة. الحكاية ما وصلتش للتحكم يا حماتي، لكن ايه؟ انا مش فاهمة انت جرالك ايه. من ساعة ما جوزك قدم طلب يحجز شقة في مساكن الأميرية ورست عليه القرعة وانت ما فيش في مخك إلا العزال، زي ما نكون خلاص مضينا العقد وانتهينا. من بقك لباب السما. شايفة يا استروحية بتغيظني ازاي؟ خليكي شاهدة عشان لما يجي ابني واشتكي له. الله بقى، وبعدين معاكوا يا جماعة، ما تصلبنا على النبي امال. اللهم صل عليك يا نبي. مش كده امال بقى يا نوال؟ الله، ده انا طول عمري بقول عليكي عاقلة. طب وهو انا عملت ايه؟ ما عملتش حاجة، بس خلاص بقى فضوها سيرة. تحبي اقرا لك الفنجان؟ لا انا راضية باسمة ربنا. امال مش راضية ليه بالبيت اللي انت عايشة فيه؟ علشان عاوزة ابني يتربى في حتة كويسة. ابنك ده ايه يا اختي؟ انت بتفكري في ابنك من دلوقتي؟ اللي يسمع كده يفتكر انك خلاص هتخلفي بكره، مش لسه فاضل لك 7 اشهر طوال عراض. وماله لما افكر في مستقبل ابني من دلوقتي؟ طب يا نوال يا اختي، اذا كنتي متضايقة من البيت ده ما تاخدي عادل جوزك وتعزلوا في حتة تانية، وهو كل واحد يبقى له شقة. ما هي دي المشكلة، لكن عادل مش عاوز يفوت الست والدته. طبعا مش امه اللي خلفته وصرفت عليه دم قلبها لغايه ما خلته راجل ملو هدومه. مفهوم يا ست منيرة، مفهوم، ما حدش بيقول حاجة، لكن قولولي عادل رأيه ايه شخصيا؟ عادل رأيه من رأيي يا ست روحية، وعاوز يعزل من البيت ده النهاردة قبل بكرة. علشان كده كتب الطلب علشان يحجز له شقة من الشقق اللي بنتها الحكومة في الأميرية. لكن لما رست علينا القرعة مش قادر يعزل، لأنه لازم يقعد مع أمه، وأمه مش عاوزة تسيب البيت. الكلام ده صحيح يا ست منيرة؟ ايوه صحيح. طب هو ده اسمه كلام؟ يعني ايه لازم يقعد مع امه؟ هو مش راجل وله رأي؟ لا لا لا، اسمحي لي يا ست منيرة، ابنك ده باين عليه دلوعة قوي. لا يا استروحية، ما تقوليش كده على ابني ابدا. طب ما تروحي تسكني معاهم في الشقة الجديدة علشان تبقي جنب ابنك. أهو النبي يا ست روحية، قولي لها اعملي معروف. هي كلمه واحده، مفيش عزال يعني مفيش عزال. لا هتعزلي يا ست منيرة. ليه بقى؟ علشان انا قريت كده في الفنجان. انا ما يهمنيش الفنجان. يا خبر، بتقولي ايه يا حماتي؟ ما يهمكيش الفنجان؟ ايوه طبعا ما يهمنيش. ازاي؟ طب انت بقالك 50 سنة ما بتمشيش خطوة واحدة الا بعد ما تقري الفنجان. نعم يا ست نوال. 50 ايه يا اختي؟ عندي ولا ما عنديش؟ المهم لما كان عندي 30 سنة كنت متجوزة ومخلفة رجالة كبار. الدور والبقية عليك انت اللي يا حسرة، بقالك 5 سنين متجوزة ومش عارفة تجيب لنا حتة عيل صغير. الله الله بقى يا جماعة، ولازمته ايه الكلام ده بس يا ست منيرة؟ ما انت سامعة نقورتها يا استروحية. انا ما بتنقورش، وعلى العموم انا سايبه لكم الأوضة وماشية.